انت راجل بخيل قوي. الحمد لله عندي بنات بس. ايه ده؟ انتوا رايحين فين؟ جايين معاك طبعا. اشرب يا معلم. انا رايح لاصحابي. انسي يا ماما. هننزل معاك يعني هننزل معاك. انا بقالي سنه بقولك عايزين نغير السفره دي، مش لايقه على العفش. انا كلمتي واحده، النهارده هنزل لاصحابي ان شاء الله يوم تاني. لولو انا ما عادش قادر. احنا لفينا القاهره كلها ومش عاجبك ولا صفر. ده احنا ما لفيناش اللف ده واحنا بنجيب عفش جوازنا. والله لفينا كتير وتعبت انا كمان. يوم جوازنا يبقى الحاج حسين، خلاص اخر مكان هنروحه وخلاص. ليه تفكريني باليوم ده؟ بتقول حاجه يا محمد؟ بقول لك لا اركبي يلا يا حبيبتي. مكه عيب كده. الله، تصدق ان معرض الحاج حسين اتغير قوي عن زمان يا محمد وبقى في حاجات جميله. لولو الحاجات جميله كل حاجه، بس احنا جايين نجيب سفره بس. اهلا يا حاج حسين. ايه يا استاذ محمد؟ الحمد لله على السلامه. فينك من زمان؟ طالما افتكرتني بعد المده دي كلها من يوم الفرح يبقى انت اكيد عايز موبيليا. اللي بتحلم بيه عندي، اي موبيليا عندي وبكميات. احنا عارفين شغل الحاج حسين، بس بصراحه احنا جايين ناخد سفره بس. السفر كتير قوي يا محمد وجميله، انا احترت اخد دي ولا اخد دي ولا اخد دي ولا اخد دي. هي السفره دي بكام يا حاج حسين؟ هو في سفره لوحدها بترابيزه وستة كرسي حسب رغبه حضرتك طبعا. لممكن تنورتيني النهارده في سفره زي كده الله يخليك. وفي سفره بالنيش بتاعها اكلينيك زي كده، ده بينور اهو زي ما انت شايفه. والسفره بتاعته دي سفره على بعضيها، وعندي سفره ثانيه افريقي زي كده. انت عايزه ترابيزه وستة كرسي ولا عايزه سفره كامله بالنيش ولا عايزه بالاثنين فانوس والبوفيه؟ حلوة قوي يا محمد ومتينة وكمان رخيصة، ده ب9.5 بس من غير النيش. هاتها لنا دي. انت بتدفع حاجه من جيبك بس لونها وحش. انت بتتلكك يا استاذ محمد. انا هعمل لها اللون اللي هي عايزاه وفي خلال اسبوع هكون عندها في البيت. اتفضل يا حاج حسين. شكرا. مبروك عليك السفره يا استاذ محمد، وان شاء الله بامر الله. احنا عندنا عروض، مش هتاخد فكره عن العروض احنا مش عندنا حد يتجوز اصلا، الحمد لله عندي بنات بس. انت رايح فين؟ هو احنا هنخسر حاجة لما نتفرج على العروض؟ وبعدين اخويا هيتجوز في العيد، ناخد فكرة بس. حظ اخوكي بقى ان انا عامل عروضي النهارده واليومين دول. يا بخت اخوكي، تراهنيني ان هو هيجي ياخد الحاجه قبل العيد. بص تعالي اتفرجي. بصي اوضه الاطفال والدريسنج وجماله. الله، ده جديد ده. بص الدريسنج وجماله. بص يا فندم كل الالوان. لا ده ناخده ليا بقى. ايوه يا محمود، ما تشيلش هم العفش بتاعك، انا لقيت لك عروض جامده قوي على الموبيليا. ما الحاج حسين فين لو سمحت عشان يقول لي على العروض؟ انا ابن الحاج حسين، هشرح لكم العرض مكون من ايه. هو عامل 37,000 جنيه، مكون من اوضه نوم، اطفال، انتريه. بس العرض كده؟ لا مش كده وبس، عندنا كمان هدايا، مولل والتوصيل داخل القاهره مجانا على حساب المحل. الدولاب هيتكسر، انتوا رايحين فين؟ لا ما تقلقيش هيتكسر. الله، دي اوض اطفال جميله قوي. والحاجات دي كمان مع العرض؟ الحاجات بقى اللي انت شفتيها دي كلها داخل العرض ب 37. طب افرض دلوقتي انا عايزه اوضه اطفال لوحدها او انتريه لوحده او اوضه نوم لوحدها، هينفع اخدها؟ واي غرفه داخل العرض عايزين تاخدوها لوحدها ينفع. انا مستخسره امشي واسيب الاوض الحلوه دي. ما تيجي ناخد اوضه يا محمد ولا ناخد عرض ولا حاجه؟ ده رخيص قوي. عروض ايه يا لولو؟ احنا بيتنا زي الفل، وغير كده احنا جايين نجيب السفره وبس. بقول لك ايه، اقعدي انا ماشي. انت راجل بخيل قوي. يوه، لابوكي يمشي ويسيبنا بجد يا مكه. يلا بسرعه.